السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عفوا. طيب، طبعا الموضوع كما تشاهدون هو الذكرى 6 أكتوبر اليوم، وسوف أتناول بالتحليل. هل فعلا مصر انتصرت؟ طبعا لا. إليك التفاصيل أخي الكريم. قبل ذلك أنوه، وهذه روايات يعني تثبت روايتي، هي رواية ضد ما تدعيه مصر، ما فعل أحمد الشرع في سوريا حين أزاح. خلاص، حفلات أكتوبر أو ذكرى أكتوبر لم تعد في الوجدان بالنسبة للسوريين، وحقيقة أحمد الشرع على صح. الجولة لا زالت محتلة والشعب كان مقهورا. أي 6 أكتوبر وأي انتصار هذا. إذا شكرا أحمد الشرع. والآن آتي إلى مصر. طيب، مصر لا يمكن تدخل هذه الاحتفالات، بروباغندا إعلامية، شو إعلامي، وبالتالي تريد بها تبهر الشعب المصري أو لا العالم خلاص اتفق الشعب المصري بأن لا زال له جيش قوي بالعتاد وغير ذلك. هذا لا يهمني. سوف ترون بالدليل القاطع بأن مصر انهزمت في 6 أكتوبر، مدنيين وعسكريين. سوف أتناول الشق المدني. طيب، بالبداية كان هناك يعني الزحف وتخطي جدار بارليف في الأيام الأولى للحرب، هذه معروفة. وكان سعد الدين الشاذلي الله يرحمه هو المخطط المهندس لما فعل الآن. لكن بعد ذلك انقلبت الآية وصارينا ثغرة الدورسفار، يعني شقت قناة السويس وراحت يعني القوات الإسرائيلية تحاصر جميع سيناء، الجيش الثالث وغير ذلك في سيناء. وهنا كان خطأ فادح ارتكبه أنور السادات لما يعني زاد في عمق الهجوم ولم يستمع إلى سعد الدين الشاذلي الذي قال له بأنه لا يجب التوغل لأن دفاعات الجوية لن تستطيع تغطية الجيش كله. وبالتالي صارت القوات الإسرائيلية في الكيلومتر 101 من القاهرة، وهذا 101 سوف أتي عليه بالذكر، لأن هنا بالذكر كان هنا مفاوضات حول وقف إطلاق النار وغير ذلك. طيب، ماذا جرى حتى تعلم بأن الجيش الميداني المصري انهزم انهزام يعني التام. تصور معي، وأنا أتحدى الجيش المصري بالذات أن يخرج بالوثائق المفاوضات التي جرت في الكيلومتر 101. واعتقد كان وزير الخارجية هذا كيسنجر على ما اعتقد، يخرج علي يعني بالفصول أو الاتفاقيات. أول بند طلبت به مصر، أقسم رب العالمين تحدى الجيش المصري، هو إدخال الماء إلى الجيش المحاصر في سيناء. البند الأول قبل الإتمام في المفاوضات. فعلا تم تفعيل هذا. كيف الجيش لم يعد له لا ركيزة أساسية ولا من الوراء ولا الدفاع ولا غير ذلك. حتى المياه لم يصيبها، يعني لم يجدها للشرب، وكان على وشك الانقراض. خلاص تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية ورأينا بأن هذا تم السماح به للدخول. أنا لا يهمني كل هذا الماضي، لأن هذا تقريبا 52 سنة. أنا كمصري سوف أحلل من سنة 73 إلى يومنا هذا ماذا جانت بلدي. لماذا قلت أنا الآن؟ إخوتي المصريين، من قبل حرب 73 كنت في حرب، ودائما حالة الطوارئ والحرب وإسرائيل والعدوان وميزانية وزارة الدفاع بدون حساب وغير ذلك، هذا معروف. لكن منذ اتفاقية كامب ديفيد أو 73 لم تعد أي حرب. هنا الحساب ماذا يعني جنى المدنيون من الشعب المصري بعد وقف الحرب؟ ولا شيء، بل كانت كارثة أكثر. يعني الشعب الآن يحن إلى العيش في فترة ما قبل 73. نعم، هذا هو الحاصل، وسوف أتي بالتفاصيل وأجعل مقارنة. أولا مقارنة ميدانية. طيب، الآن يقول حرروا البلد ويحتفلون ب 6 أكتوبر. ما هي سيناء لازالت محتلة؟ كيف حررت البلد؟ أنت لا تستطيع أن تدخل ولو جندي واحد إلى سيناء إلا بموافقة إسرائيل. أكثر من ذلك في مشكل غزة لم تستطع إدخال ولو رغيف عيش لغزة إلا بموافقة إسرائيل. أكثر من ذلك ممر فيلادلفيا راح ولم تستطيع أن ترجعه. أي انتصار، أي تحرير هذا حينما يتم تكبيلك في ميدانك؟ إذن هذا ليس انتصار، هذا استسلام،
هذا رفع راية بيضاء. وفعلا الجيش المصري لا يهمه لا الأرض ولا الشعب، يهمه الحكم. هو مستعد أن يفعل أي شيء للبقاء في السلطة، والشعب الآن يعني يدفع الثمن. طيب لو رجعنا مقارنة أكثر من ذلك، سنة 73 كنتم بمياه النيل، كنتم بتيران وصنافير، وكانت عندكم يعني الساحل الشمالي والغاز في البحر الأبيض المتوسط وغير ذلك، ولم تفعلوا أي صفقة ب 35 مليار دولار من الغاز الإسرائيلي، عكس ما تفعلون الآن. حتى قناة السويس الآن يتم بيعها بالتقسيط. والله أنا لا أذكر يعني 73 والآن حول الأعضاء البشرية، مصر صارت تبيع الأعضاء البشرية، هذا لم نشهده سنة 73 أو ما قبل ذلك. وبالتالي هذه الخرافة لا تنطلي على أحد. كل ما يريد الآن بهذه الذكرى هو فقط للبقاء في الحكم بس. طيب حينما يقول النظام بأنه يعني في ظهره 120 مليون مواطن، طيب أتحداك في الخروج للشارع أو إطلاق المظاهرات أو غير ذلك، كما فعل يعني بلدي المغرب، أتحدى فعل ذلك. على كل حال هذه خرافات يعني حرب أكتوبر كما يسمونها. لا إذا أردتم التفاصيل عندك أكثر بكثير، لأنني عايشت وقرأت كتاب أو ذكريات سعد الدين الشاذلي الذي كان هنا في الجزائر وبلد المغرب. كنا تقريبا كما قلت في الجوار، وكنا نتبعه لا في قناة الجزيرة أو لا كتابه. أنا شخصيا كنا متابعين الأحداث وروى بالضبط كيف أن السادات تسبب في الخسائر، الله يرحمه إليهم. ولكن ما تجدنا في الصورة الآن فقط. أنا أتحدى الجيش المصري أن يخرج عليا ويقول بالحرف الواحد بأن التنمية بعد وقف الحرب تقدمت، والقروض انقرضت، يعني لم يبقى أي قروض، والحريات ما شاء الله يعني لم تعد حالة الطوارئ أو غير ذلك. لحد الساعة لا زالت حالة الطوارئ. لماذا لحد الطوارئ؟ أنا لست أدري. على كل حال لكل من لا زال يعني يتغنى بانتصار 6 أكتوبر، هذا عليه أن يراجع الطبيب النفساني بكل صراحة، ما فيش كلام. على الأقل حين تكون أنت في وقت سلام وفي مدة السلام والحرب انتهت، عليك يا عسكري أن تتخلى عن السياسة والمال والاقتصاد وتترك المدنيين فترة حكمهم. هذا لم يقع. وبالتالي هذه الخرافة 6 أكتوبر كانت والا ووبالا على المصريين بكل صراحة. هنا يعني تقوض كما قلت ضلت النظام، وصار الآن يتحكم حتى في النفس. على كل حال مقارنة بسيطة، ألمانيا أو اليابان، حرب عالمية تذكروا معي، خربت ألمانيا واليابان حتى بالنووي. انظر بعد 10 سنوات من ذلك الحين أين وصلت لا ألمانيا ولا اليابان. ما الآن خلاص انتهى الأمر. في 10 سنوات تم بناء كل شيء. مصر ماذا فعل؟ حتى الحرب في مصر وقعت في الصحراء، وليس مثلا في القاهرة أو السويس أو غير ذلك داخل الصحراء فقط. ورغم ذلك النظام المصري بقي هو لا في التنمية ولا اقتصاد في المال. ثم ملاحظة ثانية، حرب النكسة، حرب 67، انظروا إسرائيل لم تحتفل بها، مع العلم بأنها كانت ضربة قاسية للدول العربية برمتها، وفي حرب وفي عدة أيام لا يحتفلون بها ولا يستعرضون قوتهم وغير ذلك. شو الفرق بين هذا وذاك؟ تعرفين ايه السبب؟ لأن إسرائيل تحكمها مدنيين وديمقراطية ودستور، والجيش في التكانات. في مصر العكس، الجيش كل شيء بيد الجيش، الشعب والاقتصاد والمال والأرض والسماء والبحر كله مش كله بيد الجيش. وبالتالي أين هذه الخزعبلات الانتصارات وغير ذلك إذا لم ينتفع منها الشعب، وخاصة في ميدان الحرية ورفع حالة الطوارئ. هذا هو النظام المصري. وشكرا.